هي اتقالت لنا كده، انتوا مش تلعبوا في مصر غير في نادي بيراميدز. اتقالت لك امتى يا سعد؟ اتقالت لنا الموسم ده، احنا بدأنا معاهم من فترة الاعداد ورجعنا وبنتمرن ملتزمين وبنتمرن، بس احنا اللي قعدنا حاجة واحدة. احنا كل يوم نروح التمرين، رئيس القطاع قدام زمايلنا كلنا بيقعد يهزقنا، سوري في اللفظ، يعني بيقعد يهزقنا قدام زمايلنا كلنا. واحنا بقى ما احنا تعبنا، احنا بقالنا اسبوع ولا 10 ايام كل يوم بنروح كلام كلام كلام. مين اللي بيهزقك؟ يعني انت دلوقتي بيطلبوك عشان تتدرب، تتمرن من اول الموسم ده. اتمرن. انا المفروض ان انا اروح اتمرن، تمام. العلاقه بالكوره بس. لكن حضرتك انت تهزقني ليه؟ انت تهزقني ليه؟ بيهزقك ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ انا عايز افهم. انت حضرتك ليه بتهزقني؟ انا ما طلبتش باكتر من حقي. يهزقك يعني يقول لك ايه وليه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي داخل تتمرن انت وزمايلك، تمام. ايه اللي بيحصل؟ احنا بنكون نازلين التمرين عادي، اول ما هو وبنتمرن ومفيش مشكله مع اي مدير فني ولا مع زمايلنا، كلنا حبايب وكلنا اخوات. وكلنا بننزل التمرين، اول ما بيجي التمرين بيقف، بنبقى لسه بادئين مثلا نسخن والكلام ده كله، اللي يوقف التمرين ويجمعنا كلنا بالمدرب بقى بالزمايل. مين اللي بيعمل كده؟ رئيس القطاع اللي هو مين؟ كابتن اسلام شكري. كابتن اسلام شكري. تمام. يقعد يهزقنا بالكلام وسيبوكم اللي انتوا فيه ده وركزوا في النادي وركزوا في ناديكم والكلام ده.